مساء الخير عليكم جميعا إخواني أخواتي، بخير مساء. معكم خوكم سيمو باب صحراء. اليوم في موضوع إخباري سياسي مهم. حدث الخوت والخواتات فيما يخص الطبيب العسكري المغربي مراد صغير، لونسيان ميسان دي فورس ارمي رويال. باغي نهضر في هذا الموضوع. من قبل ذلك الخوت والخواتات كنعتذر منكم من الصوت ديالي لا ماشي حتى لهيه، لاني منذ 3 ايام مريض بالزكام ولا الرواح ولا لا غريب كما بغينا نسميوه. المهم الحمد لله على كل الاحوال. اليوم ماشيه استقرت الحاله ديالو، غدا ان شاء الله يكون خير. الله يشافي كل مريض ويشافينا جميعا. المهم الخوت والخواتات، فضلت ندير فيديو في هذا الموضوع، في هذا الحدث هذا، باش نعطي الحقيقه على الموت ديال مراد صغير، طبيب عسكري سابق في القوات المسلحه الملكيه. لان كنسمعوا اشاعات وكنسمعوا بزاف ديال الحوايج كيقولوا بان مثلا كما كتعرفوا ديما الاشاعات ملي كتخرج، اخبار مزيفه كتخرج ديما من عند اعداء الوطن اللي كيعادوا المملكه المغربيه الشريفه. المهم غادي نجي نقول الحقيقه فيما يخص الموت ديال الطبيب العسكري السابق للقوات المسلحه الملكيه. غادي نجي دقه دقه باش نشرح باش كلشي يفهم. وانا كنتحمل جميع المسؤوليه ديال الكلام ديالي بدقه وعارف اش كنقول. هاد الامور راه ما كنخلطوش فيها ولا كنكذبوا فيها. مصلحه ديال المملكه المغربيه فوق الجميع، الخوت والخواتات. المهم هذا السيد هذا مراد صغير كان طبيب بالقوات المسلحه الملكيه المغربيه. من بعد ملي وصل للخمسينات في العمر ديالو انتقل الى الدوله الفرنسيه هنا بفرنسا. جا لفرنسا هنا كمهاجر، سمح في الخدمه ديالو اللي هي وظيفه شريفه ديال طبيب ديال القوات المسلحه الملكيه، وما ادراك ما القوات المسلحه الملكيه المغربيه. كان بالمهنه ديالو كان بزاف ديال الحوايج. المهم سمح في الخدمه ديالو. جا هنا فرنسا، قدم راسو كمهاجر، وبدا كيقلب على الخدمه في سن الخمسينات هنا بفرنسا. المهم ما حصلش على الخدمه، بدا كيتعاطى مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب، لان عنده فراغ ديال الوقت. الخوت وخواتات ما عنده ما يدار نهار كامل. ممكن يتعاطى اليوتيوب، يتعاطى الفيسبوك، يتعاطى التيك توك، يتعاطى اي حاجه، ولكن اوقات معينه، ولكن هو نهار كامل. المحتوى ديالو ديال هذا الطبيب العسكري المغربي اللي سميتو مراد صغير، المحتوى ديالو هو التهجم على شخصيات مغربيه، على المغرب، على نشر اخبار غير حقيقيه. من حقه ينتقد المملكه المغربيه، من حقه يهضر في شخصيات مغربيه، من حقه يقول بزاف ديال الحوايج، ولكن كيمشي شويه بعيد وكيمشي بالاكاذيب. هذا ماشي مشكل. المهم استمر بداك الشيء، في داك الانتقاد ديالو، الخرجات ديالو اللي هما كاينين في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتمس بالوطن وكتمس بالمؤسسات المغربيه وبزاف ديال الحوايج، ونشر خزعبلات وخرافات فيما يخص المملكه المغربيه الشريفه. وهو استمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش يكسب ارباح، لان ما لقاش الخدمه هنا في فرنسا، بالضبط في الجزر الفرنسيه، لا غويان ولا لا غوادلوب. المهم شي بلايص هنا في فرنسا اللي ما يمكنش نسمي جميع الاسماء. المهم استقر هنا فرنسا واحد المده. من بعد الخوت والخواتات في 2022 غادي يلتحق بالمملكه المغربيه الشريفه، غادي يدخل لبلادو المغرب. راه كتعرفوا ملي كيكون بنادم في مواقع التواصل الاجتماعي، بالخصوص ملي كينتقد شخصيات وكيضرب في الوطن وبزاف ديال الحوايج، ممكن يدير اخطاء اللي هي قانونيه، والانسان ما كيعرفش، وهو كان داير اخطاء قانونيه في حق ناس بالتشهير. هو كان حاط عليه واحد السيد شكايه فيما يخص التشهير، حتى هو قاتل بديار المجر. ملي جا هاد مراد صغير، طبيب عسكري سابق في القوات المسلحه الملكيه، ملي جا في الديوانه في لايغوبور في المغرب تعرض لاعتقال
اعتقلوه، ماشي ظلما وعدوانا، لأن عليه شكاية مذكرة بحث فيما يخص التشهير لواحد الشخص بطرق قانونية. اعتقلوه، قالوا ليه غادي نسدوا عليك الحدود حتى تحاكم محاكمة عادلة فيما يخص التشهير في شخص. إذا كان اكتباري مرحبا، نحلوا لك الحدود، ما كنتيش باري خصك تخلص. المهم هذا هو السبب ديال الاعتقال ديالو في المغرب. ما اعتقلوش لأن كانت عنده قناة ولا أن كان كينتقل للمغرب. هذه كنقطة. المهم الموت ديالو اللي حاولوا المخابرات العسكرية ولا المخابرات الجزائرية ديال الكبرانات اللي كتعرفوا، اللي حاولوا باش يقولوا بأن المخابرات المغربية هما السبب ديال الاغتيال ديالو ولا الموت ديالو، ولا المهم كما بغينا نسميوه. الأمور ماشي هكا الخوت وخواتات. مورا الصغير كان كيتمشى في شوارع طنجة، أغمي عليه في الطريق، الناس غادي يديوه المستشفى. ملي داوه المستشفى الطبيب ملي استقبله في المستشفى خص يداويه ما يقلبش على الهويه ديالو شكون وهذا، شكون اللي جابو ما جابو. المهم السيد مريض جا سخفان، عالجو فيه. ملي بداو كيعالجو فيه المهم ما استطاعوش يعالجوه، مات. ملي كيكون واحد الشخص ميت ما عرفتيش الهويه ديالو، الاطباء باش كيديروا كيعلموا الضابطه القضائيه، ها واحد السيد راه لنا جابوه مريض راه مات، دابا راه خصكم تعطيونا الهويه ديالو باش نعرفوا العائله ديالو وكلشي. المهم الضابطه القضائيه جات للمستشفى، تعرفوا عليه، عرفوا شكون. المهم حلوا بحث قضائي فيما يخص الموت ديال هذا السيد هذا. الطبيب الشرعي، الطبيب اللي كان استقبله في المستشفى، المهم خرجت واحد النتيجه واحده، هو ان السيد كان عنده واحد النزيف داخلي في المعده ديالو اللي ممكن اي واحد يتعرض لها. هذا هو السبب ديال الموت ديالو من خلال الطب الشرعي في المستشفى بطنجة، ومازال البحث جاري الخوت وخواتات. هذا هو السبب الوحيد. السيد كان ما به ما عليه، كيتمشى في شارع ديال طنجة، طاح مريض، مشى للوبيطال، مات. السبب هو واحد النزيف داخلي في المعده ديالو. ما كاين لا مخابرات لا جهات امنيه ولا حتى شي حاجه. الخوت وخواتات من هادشي كامل اللي كيبان لينا، واش كتظنوا بالحنكه ديال المخابرات المغربيه وديال الاجهزه الامنيه المغربيه الا كانت مؤامره كما يدعي الكبرانات، مؤامره ضد هذا الطبيب الشرعي، واش بهذه السذاجه هذه زعما غادي يتم الاغتيال ديالو؟ واش من اغتيال راه المخابرات المغربيه سواء هنا بفرنسا ولا في المغرب، المخابرات العسكريه ولا كلشي، راه كيتعاملوا في واحد النطاق ديال دي كونطاغوند، وراه ماشي حنا في السيبا ولا لا ولا جانجل ولا ما عرفت شنو كيف غنسميوها. راه اي واحد راه مراقب من طرف منظمات حقوق الانسان وبزاف ديال الحوايج. وكتعرفوا بان المخابرات المغربيه معترف بها بان اول جهاز استخباراتي في شمال افريقيا وفي افريقيا وحتى في الدول العربيه هي المخابرات المغربيه، من بينهم الجاد ولا المهم كيتعاملوا بطرق واساليب اللي هي ما كتخالفش القانون الدولي، وكذلك دايره يد في يد مع مخابرات عالميه اللي معروفه كذلك بالحنكه ديالهم وبالصرامه وبالقوانين الدوليه، مثلا الموساد ولا نهضر عليه في بي ولا لاسيا ولا بزاف ديال المخابرات اللي هما خدامين الامن والامان ديال العالم وديال الدول ديالهم. والمغرب شحال من مره استعنات به لا دي جي اس او ديال فرنسا
في العملية الإرهابية 2015 راه فرنسا استعانت بالمخابرات المغربية لا تجاهد، هما اللي عاونوهم استطاعوا باش يتوصلوا المجرمين الإرهابيين. تحياتي الأجهزة الأمنية المغربية سواء كانت في الجهاز الاستخباراتي ولا في الأمن الداخلي ولا الخارجي. الخوت والخواتات، حنا كنقولوا شحال مرة كنقولوا بان المغرب غير صارم فيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. كنشوفوا جهات خارجيه عدو الوطن كتضرب في الملك، في الداخل كيضربوا في الملك، كيضربوا في الاجهزه الامنيه، كيضربوا في المؤسسات وداكشي كامل. وكنقولوا علاش ما داروا كنقولوا المغرب خصو يكون صارم. ولكن كتعرفوا جلالة الملك محمد السادس عطى حرية التعبير، عطى الانسان. وكيفاش كتصور بان جلالة الملك محمد السادس عطى حرية التعبير كيتغاضى على بعض الناس اللي كيضربوا سواء في الاعراض ديال المملكه المغربيه ولا ديال الاسره العلويه ولا ديال المؤسسات ولا ديال المواطنين المغاربه والمواطنات المغربيات. رغم داكشي كامل كيتغاضاو وكيخليو واحد حريه التعبير، وحنا المغاربه كنطالبوا بالصرامه ضد هاد الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيمشيو بعيد. واش كتصوروا هاد حريه التعبير اللي عاطي جلالة الملك محمد السادس غادي يجي لواحد الطبيب عسكري منبوذ حقير خائن للوطن اللي هو مراد صغير، لان كنعتبرو انا خائن. واحد الفرصه صغيره اللي تحت له باش يجي لدوله المهجر فرنسا بدا كيضرب في المغرب. هاد الخائن هذا اللي هو حبه صغيره سهله غادي تكون عليه مؤامره ديال المخابرات وغادي يقتلوه بهاد الطريقه هذه. وحنا كنعرفوا المخابرات المغربيه لو كان غادي يستعملوا هاد الطرق راه عندهم شي حوايج اللي غيستعملوهم ما غيبانش بهاد الطريقه هذه. ما حسمسي. ولهذا هذا الخبر اللي كيقولوا بان المخابرات المغربيه هي اللي اغتالت مراد صغير الطبيب العسكري السابق للقوات المسلحه الملكيه خبر غير صحيح. السيد مات لان عنده واحد النزيف داخلي في المعده ديالو، وكلشي كاين، شواهد طبيه، طبيب شرعي، كلشي كاين. اللي كينشر هاد الخزعبلات وهاد الاشاعات وهادشي كامل فهو كيبغي يسوء الصوره ديال الامن الوطني وديال الاجهزه الامنيه وديال المخابرات المغربيه. وهادشي كامل جاي من الجهات اللي كتعادي الوطن سواء فيما يخص الصحراء المغربيه او اي عدوان للوطن. وكتعرفوا العدو الاول للوطن هو النظام الجزائري العسكري الكبرانات. حنا الاجهزه الامنيه ما كتعاملش بهذه الطريقه هذه، المخابرات المغربيه ما كتعاملوش بهذه الطريقه هذه. المخابرات المغربيه مديره لمعلومه لحمايه الوطن فقط، ماشي للقتل او الاغتيال او اشياء من هذا القبيل كامله. هذا هو الخبر الصحيح والحقيقي الخوت والخواتات. اللي تبت العكس مرحبا، حنا ما كنهضروش من فراغ. هذا هو الخبر الصحيح. حنا واثقين من الاجهزه الامنيه ديالنا بانها كتعامل تعامل قانوني في اطار الدستور المغربي والقانون الدولي، على راسهم جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وديما الشعار ديالنا الخالد الله الوطن الملك. ولكن ماشي فوق ما يموت شي خائن للوطن واللي تعطات له فرصه باش يدخل الوطن ديالو ويتعتقل ان عليه شكايه بطرق قانونيه وتسدات عليه الحدود باش ما يعاودش يخرج حتى يتحاكم. ملي يموت موت الله نقولوا راه المخابرات المغربيه هي اللي دارت له الاغتيال. بحال الا كنشوفوا المخابرات المغربيه هي اللي كتغتال الناس المواطنين، كتبدا تابعه المواطنين ديال المغرب في العالم، لان قال ما قال في المواقع التواصل الاجتماعي ما كاينش من هذا الشيء كامل. حنا دوله الحق والقانون. المخابرات المغربيه هي خدامه في المعلومات، في الاستخبارات، لتوصيل المعلومه باش الا كان شي مؤامره ضد الوطن وضد الوحده الترابيه ولا شي حاجه تم الحمايه ديال الوطن والمواطنين المغاربه والمواطنات المغربيات. هذه هي الخدمه ديال المخابرات، ماشي تغتال مراد صغير ولا فلان ولا فلانه ولا فلانه. رغم ان مراد صغير طاول على المغرب وتعطات له فرصه دخل المغرب وكل شيء، وما عمره حتى ديرونجاو فاش كان هنا في فرنسا، وبالامكان يديرونجيوه
الاجهزه الامنيه ما عمرهم ديرونجاو ولا حتى تقربوا له ولا حتى تسوقوا له. بزاف ديال الناس كيحلوا فمهم في مواقع التواصل الاجتماعي وكيهضروا وكيقولوا تو اي نامبورط كوا، وما كاينش اللي كيتقرب لهم. ولهذا الخوت وخواتات نكونوا شويه متلاحمين وجنود مجندين وراء جلالة الملك محمد السادس نصر الله. راه كاين اللي بغى يزعزع الامن والاستقرار ديال البلد ويشوه الصوره ديال المغرب وديال الامن المغربي وديال المخابرات المغربيه. علاش؟ لان الانتصارات والانجازات اللي كتحققها الامن المغربي والجهاز ديال الامن المغربي والمواطنين المغاربه فيما يخص كذلك الصحراء المغربيه، هذه الانجازات كامله كذلك التحالفات اللي مع المغرب، التحالفات الدوليه فيما يخص الوحده الترابيه، هادشي كامل كيديرونجي الكبرانات الجزائريه. هما كيبغيو يطيحوا بالصوره ديال المغرب بهذه الطريقه هذه. لهذا هذه هي الحقيقه كيقولها لكم خوكم السي موبا بصحرا بكل تواضع فيما يخص موت ديال الطبيب العسكري مراد الصغير. خائن مات. على كل الاحوال الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. ولكن الخائن كيبقى خائن، خائن كيبقى خائن. هادشي اللي غادي نقول الخوت والخواتات، وكنتمنى لكم مسيرة موفقة جميعا. هذا هو الخبر الحقيقي. الخوت والخواتات بكل تواضع، سمحوا لي بزاف الله يكبر بكم كاملين. مع السلامة يا بيانتو ان شاء الله.